تفتكر انت بتتنفس صح؟ الحقيقة ان 90% من الناس بيتنفسوا غلط. تعرف ليه؟ عشان الناس اللي بتتنفس من بقها زي المدخنين والناس اللي عندها جيوب انفيه ما بيدوش اشارات لمخهم ان هما بيتنفسوا، على عكس الناس اللي بتتنفس من مناخيرها. الناس اللي بتتنفس من مناخيرها الجيوب الانفيه بتوصل اشارات للمخ عن طريق الاعصاب ان هما بيتنفسوا، فده بيدي احساس للمخ بالراحه والانبساط والتوازن. ده غير ان التنفس الصح من الانف بيوصل اكسجين اكتر للدم وبيخلي الجسم يفرز ماده السيروتونين والجابا اللي بيهدوا الاعصاب. في سنه 2020 في بحث طلع من جامعه ستانفورد لقوا ان التنفس الصح دقيقتين بس ببطء بيقلل من التوتر وبيحسن من التركيز والذاكره. في يا صديقي 3 تكنيكات بسيطه ممكن نستخدمهم: 1 البوكس بريذنج، 2 الالترنيت نوسترال بريذنج، و3 ال478 بريذنج. رقم 1 البوكس بريذنج، وده التكنيك بتاعه عباره عن 4 ثواني شهيق، 4 ثواني مسك للنفس، 4 ثواني زفير، و4 ثواني استراحه. رقم 2 الالترنيت نوسترال بريذنج، وده عباره عن ان انا اقفل نصف الانف لمده 7 ثواني واتنفس من الناحيه الثانيه، وبعد كده اعكس اقفل النص الثاني لمده 7 ثواني واتنفس من الناحيه الثانيه، وده بيعمل توازن لنصفي المخ. رقم 3 ال478 بريذنج، وده عباره عن 4 ثواني شهيق، 7 ثواني مسك للنفس، و8 ثواني زفير، وده ممتاز جدا في تحسين جوده النوم للناس اللي بيبقى عندها ارق. ده غير يا صديقي لما بنعمل جلسه تامل مع التنفس الصحيح، وده بيحول موجات مخنا من موجات البيتا لموجات الالفا والثيتا، ودي مفيده جدا ومريحه للجهاز العصبي. جرب 10 دقائق في اليوم تعمل مايندفولنس بريذنج او التنفس بوعي، ويفضل لو كان في الطبيعه. هتتفاجئ بعدها قد ايه نومك ومودك وتركيزك هيتغيروا. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل فولو ولايك.